شايفين الجمال والحلاوة؟ تعالوا اخدكم معايا لمدة اسبوع على فندق عايم على المية. هو ده يعتبر اقرب وصف للمراكب او الكروز اللي بتبقى بتاخد رحلات. وخلوني ابتدي معاكم واقول لكم ان احنا حجزنا على MSC مارافيليا، وابتدينا اليوم بتاعنا الصبح. صحينا من الساعة 6، واللي هيبقى مسافر بيبقى عارف يا ولاد انه بيبقى فيه استبات كتيرة قوي قبل ما الواحد يقفل الباب ويطلع زي انا كده، ونسيت الكاميرا ونسيت يعني مش عارفة لو ما كنتش اخدت الكاميرا كان ايه ممكن يحصل فيه. طبعا انا صحيت من الساعة 6 الصبح، قفلنا طبعا محابس المية ومحابس الغاز، وقفلنا كل ما تتخيلوا. الساعة 9 بالظبط لقينا لكم عمو بيل او انكل بيل جاي زي ما انتم شايفين. طبعا كنا مجهزين هدومنا شايفين الانشكاحة على وش العيال. انا عامله لكم فيديو على فكرة اقول لكم فيه على كل الديتيلز للمركبة وحجزتها بكام، وانتوا يعني المركبة بالظبط الاستبات بتاعتها فين، كل الديتيلز بتاعتها اللي تتخيلوها. طبعا اكيد شايفين وشي منور، اسبوع من غير مواعين، من غير غسيل، من غير تنظيف، من غير اي حق، اسبوع بحاله كتير عليا كده، كتير. طبعا وصلنا نيويورك على حدود الساعة 11. اليوم ده يا ولاد كان فيه ستندر ستورم ومطره فظيعه، بس خلي بالكم على حاجه، احنا دافعين ومكلفين، ده احنا ما ينفعش نتنكد. بصوا شايفين الانشكاحه، اتحكي غصب عنك. يعني عايزه اقول لكم كان حته يوم، وبدل ما نشوف المايوهات شفنا الهوديز والامبريلات وكل حاجه طالعه، الناس كانت ماشيه متكتكه، بس احنا لن نتزعزع ولن نتعزعز، وهنتبسط، يعني هنتبسط رغم انف الحاقدين والجو. طبعا احنا وصلنا هناك بيبقى فيه كذا حاجة بتعملوها، في انكم انتوا بياخدوكم بيكتشر، بيأكدوا على المعلومات، بيتشكوا على الباسبورات. العيال انا معايا مثلا ابي الباسبور بتاعها مثلا اكسباير، كنت واخده لها البيرث اوف سيرتيفيكيت، كل الحاجات دي كانت معايا. وبعد كده خلصنا وادونا الكروت بتاعتنا اللي هي بمثابه قالهولنا كده على السكيورتي اللي واقف معانا، قال لنا ده يعتبر الباسبور بتاعكم في الكروز. طبعا عايزه اقول لكم في هذه المرحله انا كنت هموت من الخوف، يعني خلاص انا هدخل المركبه دي وهستق فيها اسبوع، الموضوع مش هين، بس انا عشان خاطر عيالي اعمل اي حاجه. طبعا في المرحله دي كنت عايزه اقول خدي يا بت ديلك في سنانك وهبقى يجري بس ما اقدرش ده البيك بص يعمل مني شاورما. المهم بتمشوا لحد المركبة. طبعا المركبة هيوج، اكيد شفتوا شكلها اول الفيديو. عامله لكم فلوجات كتيره جدا. حابه اسمع جدا رايكم في الكومنتات. انا عارفه ان في ناس كتيره قوي يمكن بتتردد، بتخاف، بتقول لا انا ازاي اروح في مركبه، اكيد بتتهز، اكيد مش عارف ايه. الاسبوع ده عامله لكم فيه فلوجات كتيره جدا، وطبعا وصلنا جوه رغم المشائق والمتاعب وكل حاجه، وقلت لهم احنا نوثق بعد كل التعب اللي حصل فينا ده وتفتيش ومش عارف ايه، فاحنا نوثق. طبعا احنا دي 19 دور، المركبه دي 19 دور. اول يوم ليكوا بتبقوا بمثابه العيل اللي مش فاهم اي حاجه في الدنيا، بنفضل ندخل الاسانسير ده وناخده غلط ونمشي الطرقه دي ونرجعها تاني. بصوا هنا من اللف بس الصراحه كانت حلوه. طبعا اول يوم بالنسبه لكم بتبقوا بتدوروا على الاوضه بتاعتكم، بتشتركوا في الاكتيفيتي للعيال، بتبقوا بقى حابين تعرفوا. طبعا انا كنت هموت من الجوع، مش قادره اقول لكم كنت جعانه قد ايه. شايفين العيال كانت منشكحه رغم انها صاحيه بدري، بس فاكيشن يبقى قمه الطاقه تطلع. احسبوا كويس واقروا جدا اليوفط حلوه قوي، علشان المشوار اللي هتدبوه هترجعوا تاني، الموضوع مش سهل ابدا يا ولاد، الطرق تو ماتش. وفاينالي لقينا الاوضه بتاعتنا. عامله لكم فيديو اقول لكم انا ليه واخده اوضتين جنب بعض، بس خلوني اوريكم شكل الاوضه. على فكره دول سريرين مضمومين على بعض، بس كومفي جدا، حلوين مش متعبين. طبعا الروم مش بتتولع غير لما بتحطوا الكارت عشان تلاقوا اللايت يشتغل. طبعا الاوضه كانت حلوه مش وحشه.
مقارنة بالكروز الاولانية لا كانت اصغر بكتير بكتير بكتير. لا دي ممتازة، فيها دولاب، فيها تلفزيون، الحمام بتاعها على قد ما هو صغير بس حلو ولذيذ وجميل، يعني يفي بالغرض يا ولاد، يفي بالغرض برضو. ده احنا متشعلقين في رضا ربنا، احنا ماشيين في مركبة في المية، يعني مش عارفين هترسى ولا لا. لا لا يا ولاد حلوه، هتستمتعوا صدقوني. طبعا التلاجة دي فيها كل ما هو منكر، بس انا خليت البت شالتهم عشاني وعشان خاطر العيال، وطبعا دول اكسترا. بصوا بقى في كمان حاجه تاني كده هنطلع نشترك لهم فيها، هي فري على الشيب، وحاطين طبعا بما اني هقول لكم التركايه دي بس بعدين كده بقى لما نروق هقول لكم التركايه اللي احنا عندنا 2 روم. دي طبعا باسم ابي، احنا حاطينها بتاعه تيتو. خلاص خلوني احطها لهم، وبعد كده هاخدكم بقى ونروح نبتدي بقى نظبط حاجاتنا عقبال ما الشنط تيجي. لو انتوا حابين تنزلوا البول على طول يبقوا هتبقوا معاكم شنطه كده صغيره حاطين فيها الحاجات اللي هتستخدموها في البول، لان الشنط بتتاخر شويه. اوكي وخليكم قاعدين، عندنا فلوس جايه حلوه قوي. يلا يو جايز ريدي؟ يس ريدي. دي عبد الميتان. يس عقبال ما احنا يعني احنا تايهين، تمشي في رجلك. عقبال ما هناكل احنا ونرجع للاوضه هنكون بس في ريحه مكرونه. طب بامانه في ريحه مكرونه، ما هم طليان الكروز لاين الاونر في ريحة مكرونه. ايوه وانا اسمي مكرونه برضو حاجه حلوه قوي. ولا يمكن عشان احنا جعانين. البوينت بقى ان احنا تايهين، تمام؟ اعتبروها ان احنا لسه جداد مش عارفين، وبعدين كلها خنادق، شايفين؟ خنادق. لا والله انا بنهج. لا احنا هنفضل كده. دلوقتي طبعا رايحين نشترك لهم في الكيدز كلاب، اللي هو بيديكوا 3 مرات، كل مرة ساعتين تسيبوهم فيهم عشان هفن. هنامهم انا على فكرة. لا حاجة سلمى. Let's take a picture. Let's take a picture يا اختي. Take a picture. Oh, look at this, guys. Sit down next to your sister. This was so nice. This is the kids zone. بصوا انا اخدتكم دلوقتي فيديو لما نلبس وندرس. طب باخدكم هنا بيكتشر. اوكي يلا ليتس جو. تعالوا من هنا تقريبا اهو، هنا تحت اهو. بصوا بقى هننزل اهو. الله على المنظر يا لهوي. بصوا بقى هننزل هنا نشترك لهم تحت. تعالوا. وطبعا بالنسبه لي كان بمثابه هوم ورك وخلصته. اشتركت العيال في الكيدز كلاب، وده على فكره فور فري، وبيعملوا لهم اكتيفيتي تحفه تحفه تحفه، وعيالي اتبسطوا فيه جدا بغض النظر عن هم كانوا معترضين في الاول. بس حبايب قلبي، قلب ماما كبده ماما، حبوه في الاخر. يعني اخر يومين كانوا مبهورين ومش عايزين ينزلوا من المركبه. طبعا احنا في المركبه من الساعه 12، كل الوقت ده بتستكشفوا في المركبه، بتاكلوا. كانوا عاملين عندهم حبه برجر يا لهوي. المهم نكمل. خلوني اقول لكم انه الساعه 3:30 هتحسوا نفسكم وانتوا في الاوض تحت كأن كده المركبه بتتغلغل كده، خلاص بالمركبه بتبتدي تتحرك. طبعا كل الناس في الوقت ده كانوا على سطح المركبه، كل الناس. الفلور اللي احنا كنا فيه ده كان الفلور ال18. طبعا عندكم واحد تاني فوق ال19. هنا كنا بنعدي من تحت برزانة بريدج، وكان الموضوع مرعب جدا. الناس كانت شغاله تصوت انه البتاع دي هتخبط في البريدج، وهو فعلا خوفنا لانه الولد اللي كان ماسك المايك كان زاد نفسه بيصرخ. المهم كان منظر تحفه جدا وهتستمتعوا جدا جدا. وفي هذه المرحله عايزه اقول لكم ان انا كسندوره الاموره كان نفسي جدا اخدها عوم لحد نيويورك احسن ما ادخل في المركبه دي واستق فيها اسبوع. لا انا مش بقول لكم كده عشان اخوفكم، انا بقول لكم اللي جه في دماغي. لكن انتوا هتتبسطوا جدا. حابه جدا اسمع رايكم في الكومنتات. انتوا محتاجين تكملوا الفلوجايه، مبسوطين تعرفوا عنها اكتر، حابين فكره الفلوجات. انا مش عايزه، انا ده اول نص يوم لانه اليوم الاولاني بيبقى مليان ديتيلز جدا، بس انا ما كنتش عايزه اصور لكم الفيديوهات. والناس دي كانت ناصحه وكانت لابسه السويمنج سوت بتاعتها، لانه اللاجج بتاخد وقت اطول. يعني اللاجج ممكن تطلع لكم 5 6. وهنا طبعا كنا ريدي ونكمل لكم بقيه الفلوجايه بكره يا حبايب قلبي. هستنى منكم كومنتاتكم واشوفكم على كل خير، وباي باي.